أسس بالعربي. شهادة أسس بالعربي، أهلا وسهلا بيكم في كورس المدرب الشخصي المعتمد من ICSA شابتر 9 شرح بالعربي، ألا وهو بعنوان Principle of Program Design، يعني مبادئ تصميم البرنامج التدريبي. من المواضيع اللي هندرسها مع بعض النهاردة رقم 1 List and describe the most common acute training variable in fitness. هنتعرف هنا مع بعض على أهم متغيرات التدريب وإزاي نقدر نتحكم فيها زي الشدة والحجم والراحة، وإزاي كل واحد فيهم بيأثر على النتيجة النهائية للتدريب. أما رقم 2 describe each of the primary principles of program design and how a fitness professional uses them to create exercise programming. هنفهم هنا بقى أهم مبادئ تصميم البرامج التدريبية وإزاي المدرب الشاطر بيستخدم المبادئ دي عشان يبني البرنامج بتاعه مظبوط طبقا للمبادئ دي، يعني مش عشوائي. أما رقم 3 هناخد describe the common type of exercise periodization، وهنا هنتكلم بقى على أنواع البيريودايزيشن نفسها اللي هي الفترات التدريبية، وإزاي نوزع الحمل على مدار الوقت اللي احنا عايزين نطلع بيه أفضل نتيجة طبقا للهدف بتاع العميل. رقم 4 هنعمل defining للoverreaching والovertraining، وهنعرف الفرق بينهم in exercise and fitness، وده عشان نعرف امتى التمرين بيكون مفيد وامتى هيبدأ يكسر الجسم مش هيكون يعني أحسن حاجة. أما رقم 5 define the elements of effective fitness program، وفي الآخر بقى هنحدد ايه اللي يخلي البرنامج بتاعنا فعلا فعال ولا ناقص له شويه حاجات، عباره عن جايد لاين كده هنشوفها مع ICSA هتكون مهمه جدا. فورقه وقلم بقى ويلا بينا نبدا الحلقه. أسس بالعربي. السؤال هنا يعني ايه تصميم برنامج تدريبي؟ تصميم البرنامج التدريبي مش انك تكتب شويه تمارين كده وخلاص وتديها للعميل بتاعك يمشي عليها، ده نظام كامل بيتبني خطوه بخطوه، بيبدأ بتقييم الحالة نفسها سواء الصحية أو الرياضية وفهم عناصر اللياقة، وده أخدناه طبعا الشابتر اللي فات، وتقسم فترات التدريب صح عشان ترجع بعد كده تعيد القياسات تاني كل شوية وتعرف البرنامج جاب نتيجة ولا لا، ولا محتاج يتراجع أو يتظبط فيه بعض الحاجات طبقا للمتغيرات اللي حصلت للعميل بتاعك. قلنا قبل كده إن أي برنامج مظبوط لازم يبدأ بالإحماء، يعني التسخين، الدايناميك ستريتشنج اللي قلنا عليه. بعد كده بنخش على المرونة، بعد كده بنخش على تمارين الكور، بعد كده بنخش على تمارين البالانس، بعديها بنخش على تمارين الرياكتيف اللي هي رد الفعل وشرحنا ده كله في الفصل اللي فات، بعد كده بيخش على تمارين المقاومة اللي هي ريزيستنس، بعد كده تمارين الكارديو، بعد كده بينتهي بالكول داون، وده أهم حاجة عشان يرجع الجسم للوضع قبل ما يبدأ تمرين. بس بقى الفكرة إن كل الترتيب اللي أنا قلته ده مش قرآن، الموضوع أعمق من كده بكتير، يعني مش لازم نفس التدريج لكل عميل. في عملاء الهدف بتاعها مختلف زي ما قلنا في المقدمة اللي فاتت، يعني في عميل جاي للصحة العامة بس مش عايز يتمرن لكل ده، في عميل عنده إصابة في حتة معينة فمش لازم يلعب بالانس إن هو يقف مثلا على رجل واحد، في عميل تاني عنده هدف معين مختلف عن كل اللي موجود ده. كمان مش لازم تجمعهم كلهم مرة واحدة كده مع العميل، يعني ممكن يبقى عندي يوم كارديو لوحده عادي خالص مفيش مشكلة، وعندي يوم ريزيستنس في يوم تاني على حسب الوقت بتاع العميل. عميل عنده سفر ملتزم بالشغل فهتقلل وهتمانج وتهندل وتربط الوقت بتاع التمرين طبقا لمتطلبات العميل والمتغيرات اللي هو بيمر بيها. وهنا بقى احنا محتاجين اساس نبني عليه التمرين، وهنخش على حاجة اسمها أسس بالعربي. This is the most professional master trainer in the Middle East, Coach Ahmed Megahype, founder of Oso's Bella Rabi, a movement built to spread real fitness knowledge, helping other trainers learn the right way, through Zaynab to nutrition